مليونير مليونير. كل الناس اللي بتدور على انه عايز يبقى مليونير 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 مليونير. في مجموعه العيادات كان معايا 5 شركاء خرجوا كلهم لانه كنت باخد فلوس المكسب اشتري بيها اجهزه. كلهم كل ما نكسب شويه فلوس اقول لهم لا انا مش هوزع ارباح واروح اشتري اجهزه. ناخد شويه فلوس اخدها واروح افتح بيها فرع جديد. نكسب هنكسب امتى؟ قلت لهم انا مش عايز نكسب، انا مش عايز اكسب. اللي عايز يكسب ما يشاركنيش يا جدعان. انا مش عايز اكسب، انا عايز اكبر البراند، انا عايز انجح. فسمعت حد على النت بقى بيقول لك كل الناس اللي بتدور على انه عايز يبقى مليونير 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 بيقول لك خرج الفلوس بره المعادله. انا عملت كده، كل ما كان بيبقى معايا شويه فلوس اروح اعمل بيهم حاجه جديده. اخسر اكسب بقى مش هتفرق، اكسب دلوقتي اكسب كمان شويه مش تفرق. بس اللي كان يفرق معايا ان اكبر، اللي كان يفرق معايا ان الاسم يكبر، اللي يفرق معايا ان الريفينيو يكتر. لكن اكسب قد ايه ما تفرقش كتير. طلعت معادله كسبان. فانت لو بتفكر تكسب في حياتك خرج الفلوس اللي عايز تكسبها بره المعادله اللي في حياتك فتلاقي نفسك كسبت. يعني لو انت عايز النهارده ثمنك كمثلا فريلانس في اي شغلانه يزيد، كل ما تاخد فلوس خرج الفلوس دي بره المعادله وانفست بيها في نفسك وروح خد كورس، والكورس اللي بتصرفه على نفسك ده هيزودك حته وانت ستيل مخرج الفلوس بره المعادله. فتاخد الفلوس اكتر دي تصرفها على نفسك وتنفست في نفسك اكتر فيبقى ثمنك يكتر تاني فتروح الحته اللي بعديها لحد ليفل معين كده هتلاقي ان الانفستمنت اللي انت بتعمله بيتبقى لك منه فلوس بقى بقيت بيها مليونير مليونير. فلو عايز تبقى مليونير خرج الفلوس بره المعادله. تشيرز. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.